اهلا بكم في الملكي مع مينا. الحمد لله ان الزمالك ما لعبش النهارده، لان كل الفرق المصريه النهارده اللي لعبت كلهم خسروا وطلعوا بره البطوله. المصري تعادل 0-0، وبنتيجه الماتشين بقى خسران بالهدف الاعتباري لانه تعادل 1-1 في مصر وخرج من البطوله. انا عن نفسي ما اتفرجتش للامانه على ماتش النادي المصري وشباب بلوزداد، ولكن كنت اتمنى في كل الاحوال من الدقيقه 75 او الدقيقه 80 على اقصى تقدير انك تهاجم بكل قوتك، لاني خلاص النتيجة 1-0 زي 0-0 في اللحظة دي. لو دخل فيك جول مش هيفرق، لو متعادل 0-0 مش هيفرق. اللي هيفرق يكون انك تقدر تجيب جول عشان تقدر تعدي. انا شخصيا كنت اتمنى ان النادي المصري هو اللي يكسب، علشان تبقى المواجهة ما بينه وما بين الزمالك بإذن الله لما الزمالك يصعد بكرة، يبقوا هما الاثنين في القاهرة، فانا ما اتعبش واسافر بره. بدل ما انا هلعب ماتش اوي الاول، هروح العب مع شباب بلوزداد على ارضه وبعدين ارجع العب ماتش في القاهره. كان بالنسبه لي الافضل ان احنا نلعب مع النادي المصري، ولكن يعني الحمد لله على كل حال. ان شاء الله الزمالك بس يقدر بكره باذن الله يخلص اللقاء مع اوتاهو ويتاهل ونواجه شباب بلوزداد وبرضه فريق في المتناول باذن الله. نروح للقاء الثاني وهو لقاء بيراميدز. بيراميدز انا بالنسبه لي علامه استفهام كبيره جدا حصلت النهارده. طبعا اولا الاتحاد المصري لكرة القدم مع الرابطة زنقوا بيراميدز في ماتش الكاس. يعني ما اعرفش حكاية المواعيد السنة دي، ماتشات الكاس كلها جاية في مواعيد ملهاش لازمة، ملهاش مكان في الجدول. يعني الزمالك لعب سيراميكا في ماتش او في وقت ما كانش اساسا في ماتش المفروض يتلعب في الوقت ده. ده فضلوا يزنقوا في الماتشات الافريقيه وماتشات الدوري عشان اللقاء ده يتحشر حشر. وانا شخصيا من الناس اللي كنت مبسوط ان الزمالك خرج من الكاس عشان ما نبقاش مضغوطين في بطوله احنا شايفين ان هي البطوله الاضعف. انا الافضل ان اكمل في الكونفدراليه عشان المكافآت الكبيره، تتكلم على 4 مليون دولار، مبلغ كبير جدا الزمالك ممكن يساعده في الحاله اللي هو فيها. كمان بطوله الدوري لانها مؤهله لدوري الابطال. فالكاس كان اخر حاجه، وكويس ان الزمالك الحمد لله خرج منه عشان يبقى بيركز على الجبهتين دول، وده يا دوبك كويس على السكواد بتاع الزمالك. ولكن حشر ماتش لبيراميدز برضو اربك حسابات بيراميدز وتعب الفرقه. وبيراميدز ركز في اللقاء بشكل اكثر من اللازم، لعب بمعظم التشكيله الاساسيه بتاعته وفاز 2-0. وحاليا هيلعب الدور اللي جاي في الكاس، ولكن خرج من بطوله دوري الابطال. يعني ماتش زاول اكتر بيراميدز وهد شويه الفرق، كان لازم يتعاملوا بشكل احسن. وانا كان من رايي ان هم يا اما يلعبوا بتشكيله بدله كامله زي مثلا دودو الجباس والجماعه اللي ما بتلعبش اساسا دي، يا اما يطلعوا من الفريق اللي هو اللي لعب في كاس الرابطه الناشئين بتوع بيراميدز ويدوهم فرصه ان هم يكملوا في ماتش الكاس ده على الاقل يعني. ولكن هم خدوا الموضوع بجديه وخرجوا من بطوله دوري الابطال. هل ده السبب الوحيد وهل هو اللي نقدر نقول ان نحمله المسؤوليه؟ يعني لا طبعا. السبب الاكبر بالنسبه لي واللي بيتحمل نسبه خروج بيراميدز باكثر من 70 او 75% هو التشكيله اللي حطها المدير الفني لبيراميدز. بيراميدز المفروض ان هو عنده اقوى سكواد موجود في مصر حاليا، والسكواد الاكثر تكاملا. صح ممكن يكون عند النادي الاهلي لاعب في مركز معين اقوى، او عند الزمالك لاعب في مركز معين اقوى، ولكن في جميع المراكز في المجمل بيراميدز هو الافضل. كمان بيراميدز عنده يوريتيتش مدير فني ثابت لاكثر من سنتين ثلاثه دلوقتي، وهو حامل اللقب. فمش متوقع انه يغلط في التشكيل بشكل مبالغ فيه زي اللي حصل النهارده. النهارده انت منزل فرقتك كلها كويسه باستثناء لاعب واحد. يعني المفروض النهارده كان بس تشيل يوسف اوباما من التشكيل وتحط كريم حافظ. كريم حافظ يبقى باك شمال، وتطلع حامد حمدان اللي انت كنت حاطه باك شمال تحطه جنب مهند لاشين في وسط الملعب. بس كده كان بيراميدز 100% يخلص اللقاء ده لصالحه. لكن انت متعادل 1-1، يعني مش محتاج غير انك تتعادل 0-0 اساسا، فتقوم تحط تشكيل قدام فرقه كويسه ومحترمه زي الجيش الملكي بيلاعب ارتكاز واحد هو مهند لاشين، ومش جنبه مثلا بلات توريه ولا الكارت الناس اللي متعودين يلعبوا معاه. لا ده انت شلته خالص. الجماعه دول مش موجودين للاصابات والظروف بتاعه بيراميد، وما حطيتش حد جنبه. انت حاطط جنبه قطه يدافع، وقطه اساسا بيتوظف على انه جناح، او لما بيبقى موجود في مركز 8 بيكمل جوه منطقه الجزاء. انت محتاج الاول تقفل وسط ملعبك بشكل كويس،
وتهاجم بعدين. وعندك كمان الاجنحه دايما بتطير، يعني بيراميدز من الفرق مش الجناح بيوصل لغايه نص الملعب وخلاص، ده عنده الشيبي مثلا بيبقى بيعدي منطقه الجناح، بيوصل لغايه الخط هناك. فانت المفروض كنت تقفل وسط الملعب بشكل احسن من كده. الغلطه دي اللي اتعملت من يوريتيتش كلفت بيراميدز النهارده الصعود، لان دي خطأ بنسبه فوق ال 70% من اللقاء. كمان خلينا نقول النتيجه كانت 1-0 للجيش الملكي، وفي كوره انا شايف انها ضربه جزاء. يعني الكوره اللي اتلعبت جت في ايد المدافع بتاع الجيش الملكي المغربي، كوره ضربه جزاء، وحتى حكم الفار استدعاه عشان يخلي مسؤوليته. ولكن ما اعرفش يعني ازاي الكوره دي ما تتحسبش ضربه جزاء. انا من اول ما شفتها قلت ضربه جزاء ملهاش حل، يعني في حاجات بتبقى تقديريه شويه، لكن الكوره دي ضربه جزاء، لاعب فارد ايده. الكوره كانت ملعوبه باص من لاعب بيراميدز للاعب تاني، والكوره دي قطعت الباصه، فاستفاد من وضع ايده بشكل غير صحيح. فكوره ملهاش حل غير انها ضربه جزاء. كمان يوريتيتش لما شاف الملعب بالشكل ده ليه ما عدلش شكل الفرقه؟ يعني ليه مثلا من بعد الدقيقه 15 للدقيقه 20 ما عملش تبديله بانه ينزل كريم حافظ ويحط حامد حمدان ويبتدي يوزن فرقته؟ بلاش كده، على الاقل بعد ما استقبلت جون لو انت عايز تبتدي تهاجم اسحب اوباما وحط مهاجم صريح تاني، بحيث يعني حتى تبقى على الاقل بتلعب باثنين مهاجمين قدام، تستفيد من الكره جوه منطقه الجزاء. النهارده اوباما ما كانش ليه دور هجومي، وما كانش ليه دور دفاعي، وما كانش ليه دور اصلا، والمفروض ما كانش ينزل. اخطاء يعني ساذجه هي اللي ضيعت بيراميدز النهارده، لانه كان متوقع ان فعلا بيراميدز يعدي. نروح للقاء اللي بعد كده، وهو لقاء النادي الاهلي. الاهلي كان موقفه صعب لان 1-0 قدام الترجي، فريق رخم ومش سهل تدخل فيه اهداف. صح عنده مشاكل بس فريق تقيل برضه وبيعرف يمشي اموره في الماتشات، ولكن نتيجه الواحد صفر كانت حاطه الاهلي تحت ضغط. الاهلي النهارده انا قلت لازم يلعب بمروان عطيه وجنبيه ديانج، وقدامهم امام وتريزيجيه يبقى على الشمال وبن شرقي على اليمين. ما انا ما كنتش عارف اذا كان زيزو جاهز ولا لا، قلت يا يلعب زيزو يا يلعب حد بيلعب على الجبهه اليمين، وقلت اعتقد المكان ده مكان طاهر اكتر واحد، فقلت ان طاهر هو اللي ينزل. زيزو لما بان ان هو جاهز فكان البدء بزيزو هو الافضل. فانا شايف ان يستروب لعب بالتشكيله الافضل للنادي الاهلي النهارده، يعني الراجل ما اثرش في بدايه التشكيل النهائي. طريقه اللعب كان مسيطر على اللقاء بشكل كامل، واعتقد ان النادي الاهلي في الشوط الاول تسيد اللقاء وبنسبه استحواذ فوق ال 70 75%، يعني كان مسيطر طول وعرض. كمان الاهلي تقريبا ما جتش عليه كره خطيره، وفي نفس الوقت في على الاقل 5 أو 6 تسديدات كانوا في جوه الصندوق، جوه الثلاث خشبات زي ما بنقول. جون دخل طبعا من تريزيجيه، في يمكن 3 أو 4 تسديدات تانيين من تريزيجيه. تريزيجيه عاده بيشوط قوي قوي بس مش موجه، بس بيشوط جامد. لو الكوره يعني جنحت على زاويه من الزاويتين بتعمل خطوره كبيره جدا. ولكن الجون تعامل مع كل الكرات بشكل كويس، حتى الكوره بتاعت مروان عطيه اللي هي كوره قاتله بصراحه تعامل معاها بشكل اكثر من رائع. بالاضافه متهيألي زيزو شوت واحده برضو عرف يطلعها بشكل كويس. فانا اقدر اقول ان الجون بتاع الترجي هو اللي خلى الترجي في الصوره، لان الترجي لو دخل فيه الجون الثاني كانت هتفلت خالص منه الامور، وده اللي كان المفروض الاهلي يعمله. يعني انت جسيت النبض ودخلت، وبعد كده قدرت تعمل فرص، وبعد كده قدرت تجيب جون، كنت لازم تستقتل انك تخلص اللقاء في الشوط الاول، لان انت مش ضامن ان الترجي يدخل الشوط الثاني بنفس الحاله اللي هو فيها، لان حاله غريبه. يعني الترجي ما جاش خالص الشوط الاول، يعني موضوع انه يخرج بهدف واحد دي معجزه بصراحه. لولا الجون بتاعه النهارده كان هيشيل طين يعني زي ما بنقول. نروح للشوط الثاني. الشوط الثاني برضه ماشي بشكل كويس جدا، النادي الاهلي ماسك كوره، الترجي ابتدى يفوق. هنا النادي الاهلي كان المفروض يركز اكتر، ولكن وبرضه ما كنتش هحبذ ان يبقى في تبديلات. يعني السكواد اللي نازل بيه النادي الاهلي اللقاء كان هو افضل مجموعه لعيبه تلعب. كنت متوقع ان ممكن لو النتيجه 1-0 وانت مش عايز تدخل ضربات ترجيح، يبقى مثلا على الدقيقه 80 نبتدي نعمل التغييرات بقى اللي تحرك الامور من قدام. زي مثلا تنزل لاعب زي مثلا مروان يدخل في قلب هجوم تاني،
لو مثلا بن رمضان جاهز فينزل في وسط الملعب تاني وتسحب واحد من لعيبه وسط الملعب زي مثلا مروان عطيه او ديانج، يعني تبقى التغييرات الهجوميه في الحدود دي. ولكن الكرة بتاعت أشرف بن شرقي كانت قاتلة، يعني أنا ما شفتش اسيست معاكس بالشكل ده. بن شرقي عمل كرة ملهاش أي معنى بصراحة، ويعتبر هي اللي فتحت اللقاء على النادي الأهلي وضيعت مجهود المدرب والفرقة، لأن أكتر واحد هيتحمل نتيجة اللقاء النهارده هو يسترب أكيد طبعا، وفي أصوات كتيرة جدا هتطالب إن الراجل ده يمشي، وهيقول ان احنا كنا متوقعين وان احنا كنا عارفين وان يسترب ده ما بيعرفش وما بيعملش وما بيسويش. الراجل النهارده ما غلطش يا جماعه، عشان لازم تفصلوا ما بين الامور. النهارده هو مشي بشكل كويس جدا، حط التشكيل بشكل كويس، طريقه اللعب كانت ممتازه، ولكن لولا غلطه اشرف بن شرقي ما كانش هيحصل الهفوه اللي تفتح اللقاء بالشكل ده. كمان اشرف بن شرقي مش مرجع الكرة من الصندوق، ده مرجع الكرة من مركز الجناح الشمال اللي هو مش مركزه اساسا في الماتش، فمعنى كده ان الموضوع ده بره عن يسترب خالص. كمان يسترب مش هو هيقدر يوجه لاعب زي هادي انه ما يعملش التاكلينج بالشكل ده. التاكلينج اللي اتعمل الكرة دي في كتير من جماهير النادي الاهلي ممكن تقول ان الكرة دي مش ضربة جزاء. الكرة دي يعني خلينا اقول فيها وعليها، تمشي 50% ضربة جزاء، تمشي 50% مش ضربة جزاء. ليه كده وليه كده؟ اولا في اعاقة، اكيد في اعاقة. مفيش لمس للكوره، كمان لاعب النادي الاهلي ما قدرش يلمس الكوره، وفي اعاقه للاعب الترجي، ولكن لاعب الترجي يعني خلينا اقول لعبها بالصياعه، يعني تقل على نفسه لغايه ما لاعب النادي الاهلي كان من الاندفاع وصله لمسه. هل هو لو عايز يكمل على الكوره كان كمل، بس هو ليه كمل؟ يعني هو من الذكاء انه لما اللاعب بتاع النادي الاهلي يلمسه او يلتحم معاه يقع. ضربات الترجيح بالذات انا بحب يبقى لازم تبقى في اعاقه قويه، اعاقه تمنع الوصول للكره بشكل فعلي. هي اللاعب لمس الكره عشان يجنحها عشان لاعب النادي الاهلي ما وصلهاش، وبعدين التلامس اللي حصل الحكم حسب ضربه جزاء. بس هل غلط؟ لا مش غلط، يعني زي ما انا قلت لكم كده، الكرة ان ما كانش الحكم طول اللقاء بيسمح بالالتحامات عنيفه زي اللي بتحصل في الدوري الانجليزي، الكرة دي لازم تتحسب ضربه جزاء. لكن انا بحب ضربات الجزاء بالذات تبقى لازم تبقى الكرة فعلا تستاهل ضربه جزاء، ولكن ضربه جزاء ضربه جزاء صحيح ما فيهاش مشكله. كمان الجون الثالث اللي دخل في النادي الاهلي من كره ثابته، يعني المفروض النادي الاهلي يبقى واقف بشكل احسن من كده. هو غالبا اللعيبه فقدت الامل، يعني الكره في الدقيقه كانت 92 او 93 2-2 وانت محتاج جونين مش محتاج جون واحد، فالموضوع خلاص مات بالنسبه لك، يعني كده او كده انا مش هقدر اعوض. فاللعيبه سرحت، اللعيبه بتفكر بقى ايه اللي هيحصل بعد اللقاء، الجمهور هيعمل ايه، الاداره هتعمل ايه، الخصومات هتحصل ازاي، ردود افعال يعني الناس هتبقى عامله ازاي على السوشيال ميديا. اعتقد ده اللي حصل عمل الربكه، ولكن هي دي الاسباب. يعني 3 اجوان بدايه من جون اشرف بن شرقي العكسي ده كارثه كبيره. هادي رياض عمل تاكلينج مش من لعيب خبره، المفروض بيلعب في النادي الاهلي المفروض يبقى اكثر وعيا من كده. الجون الثالث جون يعني لعيبه مش في التركيز، يعني النادي الاهلي جاب جون، مروان لما نزل جاب جون برضه، لعب كرة حلوة قوي، يعني الكرة لما جات له وحطها بشكل قوي في الضيقة زي الكتاب ما بيقول. يعني في ناس كانت ممكن تقول لك المفروض كنت لعبت مروان ما كانش بيعمل حاجة برضه الماتشات اللي فاتت، الماتش ده نزل كان موفق يعني، والنتيجة كانت لغاية 1-0 انت كسبان، فانت مش محتاج تدفع بمهاجم تاني، وفي نفس الوقت انت شايف ان اشرف بن شرقي هو كان احسن واحد بيدي في النادي الاهلي. اعتقد لعيبه النادي الاهلي هتواجه الخصومات اللي في الظاهر خصومات كبيره، لكن في الباطن هي خصومات ضعيفه. لما تيجي تتكلم على 20% و25% من عقود اللعيبه، وتتلاقى عقد لاعب زي مثلا تريزيجيه او زي زيزو 5 مليون، تتكلم 5 مليون 20% او 30% حتى من المبلغ ده ما يقرب من 2 مليون جنيه. اللعيبه دي بتاخد فوق 120 في الحقيقه، فانت مهما بتخصم 2 من 120، يعني 1 على 60 مثلا، يعني اقل من 2% مثلا. فما اعتقدش ان الخصومات والكلام ده هيفرق مع لعيبه النادي الاهلي، يعني ايا كان ايه مقدار الخصومه يعني. طبعا النادي الاهلي وبيراميدز دلوقتي خلاص هيركزوا على
البطوله المحليه الدوري، وده هيصعب الموضوع شويه على الزمالك. بس انا بالنسبه لي خروج الفرقتين سواء بيراميدز او الاهلي يمكن يكون في صالح الزمالك، علشان ما حدش منهم يبقى ضامن مقعده في دوري الابطال السنه الجايه. لان دوري الابطال اي فريق بيفوز بيضمن المقعد بتاعه، معنى كده ان مصر اكيد على الاقل هيتاخد منها الاول والثاني في دوري ابطال السنه اللي جايه. فالزمالك عنده فرصه ان شاء الله انه ينافس على لقب الدوري، ولو لا قدر الله خسرنا لقب الدوري وقدرنا نوصل للمركز الثاني فهيبقى خطوه كويسه تبني عليها انك انت رايح دوري الابطال، بالاضافه لان شاء الله نكون حسمنا الكونفدراليه. فيبقى معاك مخزون مالي كويس وانت هتلعب في دوري الابطال، ان شاء الله الامور كلها تظبط اكتر مع نادي الزمالك. الزمالك كمان استفاد من لقاءات النهارده انه شاب بعينيه كل الفرق بتخرج. بيراميدز اللي المفروض كان كعبه اعلى وان المفروض ان هو كان يحسم اللقاء بسهوله، والناس كلها كانت متوقعه ان بيراميدز يعدي، فلازم يحط في عينيه ان اقل غلط في التشكيل ممكن يعمل مشكله كبيره. كمان شفنا النادي الاهلي بعد ما قدر يتصيد اللقاء ما قدرش يخلص في الشوط الاول، فاستقبل في الشوط الثاني وطلع بره. معنى كده ان لو جات لي فرصه ان ادوس على الفرقه بتاعت اوتاهو من اول الشوط الاول واجيب جون واثنين وثلاثه واخلص، لازم اعمل كده. ما يبقاش فيه انك تميل شويه للجماليات على حساب انك انت تخلص اللقاء. شفنا النادي المصري اللي ما جازفش في وقت كان لازم يجازف. لو لا قدر الله الزمالك متاخر في النتيجه ووصلنا لقرب نهايه اللقاء لازم تجازف. فانت النهارده شفت كل السيناريوهات الممكنه. احنا لغايه دلوقتي متاهلين نتيجه 0-0، طلعنا للدور اللي بعد كده، فلازم امشي بالسيناريو بتاع بيراميدز ان انا لازم اقفل بشكل كويس واعمل هجمات مركزه، اعتمد على الهجمات المرتده في بعض الاحيان، اعتمد على الهجمات المنظمه في بعض الاحيان، ولكن بلاش نفتح الفتحه اللي ملهاش لازمه. استقبالك جون هتخليك تجري في النتيجه، بالعكس احنا ثابتين على النتيجه بتاعتنا ونقدر ان شاء الله نزود عليها، والزمالك باذن الله يقدر يخلص لقاء اوتاهو علشان نروح للقاء اللي بعد كده مع شباب بلوزداد. وكل التوفيق للزمالك فارس الكره المصريه الموجود حاليا في البطولات الافريقيه. ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب. دمتم ملوك، شكرا جزيلا.